ازيكم؟ قصتنا النهارده عن البركه في المعيشه لما النوايا تكون صافيه وخالصه وما فيهاش اي حقد او غل او حسد او فرصه للحريم انهم يتدخلوا ويفرقوا بين الاخوات. قصتنا النهارده الراجل مكافح مزارع بسيط اسمه عم محمد من محافظه الشرقيه، كان اكبر واحد في اخواته، تعب جدا مع والدته عشان يربي اخواته الاولاد. كان ليه 3 اخوات صبيان وبنتين لعند ما اتجوزوا كلهم، لان والده كان مطلق والدته واتجوز واحده تانية. بطل قصتنا النهارده كان مكافح بمعنى الكلمه، كان بيشتغل بكل ما يملك من قوه عشان يقدر يساعد والدته في تربيه اخواته. كان بيبدأ يومه من الصبح لعند بالليل. كان شغال مزارع بسيط في الأراضي الزراعية اللي عندهم في البلد، كان بيزرع مقابل نسبة من المحصول. بعد ما اتجوز هو واخواته الصبيان والبنات، كل واحد من اخواته الصبيان قرر انه يستقر في بيت خاص بيه، رغم انه كان رافض الاول كده وكان والدته كمان رافضة، لكنه بعد كده استجاب لرغبتهم ومحبش يفرق بينهم او يكون متحكم في حياتهم. فقرر انه يبني لكل واحد فيهم بيت. ربنا رزق عم محمد ب4 صبيان و4 بنات، ربنا رزقه فيهم بالهدايه والصلاح، كانوا مطيعين جدا ليه وكانوا بارين جدا بيه ولمراته اللي كانت بتكافح معاه عشان يربوهم احسن تربيه، خاصه ان الحمل كان تقيل، تربيه 8 ابناء، اكل وشرب ولبس وتعليم، رغم ان في 3 اولاد مكملوش تعليمهم لكن ولد منهم اتعلم تعليم عالي والاربع بنات تعليم متوسط. عم محمد كان ليه بيت كبير عباره عن 6 غرف وصالتين كبار ومطبخ وحمام. لما وصل اكبر ولاده لسن الجواز اتجوز معاه في البيت في اوضه من الاوض، وبعد بسنتين اتجوز اخوه التاني في اوضه تانية، ونفس السنه اتجوزت بنته الكبيره، وكانت مرات عم محمد والعروستين منتهى التفاهم والاحترام والتقدير ما بينهم. كانت مرات عم محمد بتعاملهم زي بناتها بالظبط، ما بتفرقش بينهم. مرت السنين وعم محمد جوز ال3 بنات والولدين اللي باقيين، وكان ال4 اولاد متجوزين كلهم في نفس البيت، لان البيت كان كبير جدا، كل واحد كان ليه اوضته الخاصه بيهم. كانوا سايبين للبنات اوض عشان لما يجوا يزوروهم. عم محمد بيقول ان كل اللي هو فيه ده بسبب دعوات والدته ليه. بيقول ان والدته لما توفت كلماتها الاخيره ليه كانت كلها دعاء بالبركه والرزق والذريه الصالحه. اولاد عم محمد ربنا رزقهم كلهم بالخلفه، صبيان وبنات. طبعا البيت بدأ يضيق عليهم لان الاحفاد كانوا كتير. فكر عم محمد انه يبني لكل واحد من اولاده بيت خاص بيه، لكنهم رفضوا وقالوا البركه في وجودنا مع ابونا وامنا في بيت واحد. لكنه اصر على رايه وقرر انه يبني 3 بيوت لل3 الكبار ويفضل اصغر واحد فيهم معاه في البيت، لان البيت واسع جدا. فوافقوا كلهم وبالفعل بنى الاولاد ال3 ونقلوا الاولاد كل واحد في بيته، لكن كان مشترط عليهم انهم ينزلوا من الصبح لعند المغرب، يتجمعوا طبعا باحفادهم حوالين جدهم وستهم، وكل واحد بعد كده يروح بيته هو واولاده. اللي حكى القصه دي بيقول ان الوضع ده استمر لسنين طويله لعند لما عم محمد توفاه الله، وبعد سنتين كمان مراته توفت، فكل واحد من اولاده استقل بحياته مع اسرته. البيت تحت كان باسم اخوهم الصغير، لكن كان في مشترطين عليه ان يفضل فيه اوض فاضيه لاخواته البنات لما يحبوا يزوروهم. قصتنا دي من الزمن الجميل، فتره الثمانينات. اعتقد انه بقى مستحيل نشوفها دلوقتي في الزمن الحالي اللي مليان مشاكل وخلافات بين الاخوات وبعضهم بسبب الحريم وبسبب الاولاد وعلى اتفه الاسباب. ما بقاش موجود بركه زمان وقيم وعادات زمان اللي طلعت اجيال كلنا بنحبها ونحترمها واللي بنقول عليهم دلوقتي بركتنا. وبكده خلصت قصتنا النهارده. سلام.